تعالوا اوريكم بقى تمرة المجدول وهي بتطيب. تعالى يا باشمهندس، تعالى كده يا حاج محمود. كل ما بنخش على موسم الحصاد كل ما الدنيا بتحلو. النهارده 20/8 2025 مقربين على موسم الحصاد. بسم الله ما شاء الله. الانتاج حاجه تفرح. التمور كلها موحده، التمور كلها حاجه تفرح تشرح القلب. ما شاء الله من النخله دي للنخله دي، حاجه كده قمه الحلاوه والشياكه. للنخله دي بسم الله ما شاء الله، كل التمور هنا منتج وحاجه تفرح. للنخله دي، النخل يعني دي مثلا من ضمن الطفرات داخله على 250 كيلو، بس ده مش الستاندر. يعني ال 250 كيلو في النخله الواحده مش الستاندر، احنا بنتكلم على الستاندرد في الانتاجيه من 100 ل 150 كيلو في التمور السيوي. لكن هتلاقي عندك تمور معديه ال 250 كيلو. موجوده فين؟ موجوده في مزارع بشاير سيوه. الطفرات الكبيره اللي فيها الانتاجات الكبيره مش موجوده عند اي حد. علشان كده احنا لما بنعلن على الصفحه بالشكل ده ناس كتير ليه 250 كيلو، هنرجع نقول لهم بقى ايه؟ الواقع لا يكذب ولا يتجمل. تعال بقى ناخد خطفه سريعه يا باشمهندس ابراهيم لنخله مجدول. دي مزرعه نموذجيه، يعني فيها ايه؟ 1000 نخله متوزعين ما بين تمور سيوي وما بين تمور مجدول، وما بين انا عامل حوالي 100 نخله فريحي، حاجه حلوه برضو، بس ايه، حاجه شعبيه زياده عن اللزوم. ما شاء الله دي تمور المجدول. تمام؟ من النخله دي في التمور المجدول تطلع منها على النخله دي، وشوف الانتاجيه. برضو المجدول في طفرات، هتلاقي الطفرات دي عندنا في بشاير سيوه. هتيجي تتكلم على انتاجيه النخله المجدول، ايوه بعد اعمال الخف فيها حوالي 80 90 كيلو، من اول 65 لحد 90 كيلو. لكن الطفرات اللي فيها 140 كيلو مجدول مخفوف برضو هتلاقيها في مزارع بشاير سيوه. نسيب النخله دي ونروح النخله دي، نطلع من النخله دي نيجي على النخله دي. باشمهندس ابراهيم داير ما يدور حوالين النخله هتفرح، الكاميرا اللي بتصور النخله هتتبسط. وتطلع من النخله دي على النخله دي، داير ما يدور يا باشمهندس ابراهيم. والتمور كلها بسم الله ما شاء الله جامبو، احجام ما بين جامبو وسوبر جامبو. تعالى كده زوم بعد اذنك. ما شاء الله زوم، هتلاقيها احجام كبيره. هتلاقي الشمروخ فيه حوالي 7 8 بلحات. تطلع من هنا. طب تعالوا اوريكم بقى تمرة المجدول وهي بتطيب. تعالى يا باشمهندس، تعالى كده يا حاج محمود. تعالى نفتح تمرة المجدول وهي بتطيب. بسم الله. افتح لي، لان المجدول فيه يعني المجدول بيحمي نفسه من اي حد عايز يسرقه، فتلاقي الشوكه بتاعته صعبه جدا، صح ولا ايه؟ هات لنا ثواني. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وطبعا احنا هناكل من غير ما نغسل. ليه؟ لان احنا محافظين عليه في الاكياس بتاعته. احنا بادئين المرحله بتاعت التكييس دي بقالنا حوالي اسبوع. هناخدكم دلوقتي لان في لسه حوالي 600 نخله ما كيسوش شغالين عليهم، ومش اي حد يشتغل ولا يكيس، لازم حد محترف نخال هو اللي يقوم بالمهمه ديت علشان يحافظ على الانتاجيه. التمره دي بفلوس، فمحتاجين حد يحافظ عليها. بعد اذنك احنا محتاجين نحافظ على النوايا دي، نوايا المجدول نحافظ عليها بعد اذن حضرتك. نقفلها، سيب محمود يقفلها ونروح للنخله دي. هنا تعالى يا باشمهندس ابراهيم. بسم الله ما شاء الله. نفتحها. مش قلت لك الشوك؟ قلت لك الشوك. تعالى قرب. حبات السوبر جامبو اللي هو ايه، الشمروخ اللي فيه 8 حبات او 9 حبايات. بسم الله ما شاء الله. من 10 ل 7. من 7. محمود بيصحح لي من 10 ل 7. ما شاء الله دي بتطيب. بسم الله ما شاء الله. نطلع من النخله دي. تعالى النخله دي سيوي. ما دي مزرعه نموذجيه، يعني فيها تشكيله ال1000 نخله، شويه سيوي شويه صعيدي اللي هم السيوي، وشويه مجدول وشويه فريحي. ما شاء الله. تطلع من النخله دي على النخله دي. شوف انتاجيه المجدول في الطفرات. يعني ما شاء الله نكاد نقول العملاء اللي كانوا بيجوا لنا بيقولوا لنا استاذ محمد النخل المجدول فيه 150 كيلو.
و160 كيلو ومخفوف، الشمروخ فيه من 7 ل 10 حبايات، بنقول لهم الستاندرد بعد الخف من 60 ل 90 كيلو. لكن الطفرات اللي في حوالي اكتر من تلت النخل عندنا في طفرات 120 و 130 كيلو مخفوف، ده مش موجود غير في بشاير سيوه. نطلع من النخله دي هتلاقي هنا حوالي 4-5 صبايط، مش هتلاقي انتاج كتير، يعني هتلاقي هنا حوالي 50 كيلو او 60 كيلو. ليه بقى؟ لان التارجت هنا فسايل، المجدول غزير الفسايل. بسم الله ما شاء الله. عد يا محمود كده. هذا 1، هذا 2، هذا 3، هذا 4، هذا 5، هذا 6، هذا 7، هذا 8، هذا 9، هذا 10، هذا 11، هذا 12. وانا بقالي سنتين باخد منها دي فسايل. 13 فسيل. وانا بقالي سنتين بناخد منها. نطلع من هنا القي نظره بكاميرا طويله على القطاع المجدول، هتتبسط. ما شاء الله الانتاجيه تفرح. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عايزكم تركزوا في شموخ النخله وشكلها. بسم الله ما شاء الله على شكل النخله وشموخها. نخله واقفه كده وتد، اصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، حاجه كده ايه تشرح القلب. دي الاكياس اللي عندنا من السنه اللي فاتت اللي احنا ايه بنكمل تكييس فيها. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده ايه تشرح القلب. تعالوا شرفونا في بشاير سيوه، شوفوا مزرعتنا النموذجيه، علشان هي دي اللي هتحدد مصير استثماركم في الأراضي الجديدة بتاعتنا إن شاء الله. لما تطلع على مزارع نموذجية وعلى مديول بيرسم في خيالك مستقبل مشروعك، يبقى بشاير سيوه.